شايفين البتاعة دي اسمها جريتشا بالروسي او الحنطة السوداء بالعربي. البتاعة دي مش كل الناس يعرفوها، شبه ما انا اول مرة اعرفها كان من حوالي اسبوع بس. الجريتشا او الحنطة السوداء بالعربي يا جماعة ديت اصلا موطنها الاصلي جنوب الصين، واحنا عارفين ان روسيا بتاخد كل حاجة من الصين وكلام من ده، فهي كتيرة قوي في روسيا، زائد ان روسيا كمان بتزرعها. انا بامانة في مصر ما شفتش ولا مرة الجريتشا ديت او الحنطة السوداء، عمري ما شفتها في مصر خالص. مش عارف ليه، هل ان انا ما دورتش كويس ولا ان انا ما كنتش عارف؟ مش عارف. يعني البتاعة ديت بقالها 5000 سنة الناس عرفوها وانا جاي اعرفها دلوقتي. مش هقعد اتكلم على الفوائد بقى بتاعتها والفيتامينات ومش عارف ايه والكلام من ده، بس هقول لك حاجه واحده، ان البتاعه ديت سهله في الهضم جدا جدا جدا. اللي بياكل شوفان يا جماعه عارف ان الشوفان لما انت بتاكله سهل قوي انك تاكله وتمضغه وتبلعه، عمليه الهضم نفسها. فالبتاعه دي عامله شبه الشوفان بالظبط، زائد انها شبه الرز اللي هو بيتاكل مع فراخ، مع اي لحمه، مع شوربه، مع اي حاجه، اللي هو شبه الرز بس ملمسها او ان هي شبه الشوفان في انها بتتمضغ وبتتاكل بسرعه. ودي كمان ميزه للعيال الصغيره او الاطفال انهم ياكلوا البتاعه دي احسن من الرز، انها بتبلع احسن بكتير قوي. انا بقالي 3 سنين اهو يا جماعه تقريبا، يعني هكملهم مش عارف كمان شويه شهور قريبه يعني. فانا كل شويه بشوف الروس بياكلوا حاجه غريبه كده مع الفراخ، مع السمك، مع اللحمه، فانا بستغرب ايه ديت. فتريها الحنطه السوداء. فانا كنت في الاول قرفان ان اجربها بامانه، كنت بقول انها تبقى طعمها وحش مش حلوه، بلاقيها حاجه كده شبه الشوفان كده، زي حاجه لينه شبه الشوفان بتاكل مع الفراخ. فما كانتش داخله دماغي. ومفيش قليل قوي روس بلاقيهم بياكلوا رز اصلا، كله بياكل بتاع دي، لحد ما قلت لازم اجربها ولقيتها طعمها فعلا حلو. انك تعمل الجريتشا سهله او اعتبرها رز. اغلي الميه وحط فيها شويه ملح، وبعد ما الميه تغلي حط الجريتشا وخلي الميه تغلي مع الجريتشا، بعدين وطي النار وغطي عليه بالظبط كده، ممكن 4 5 10 دقايق وهتلاقي الجريتشا 100% ومش ملزقه. مش هتلاقيها ملزقه في بعض ومش هتلاقيها معجنه، هتلاقيها 100%. وانا برضو عاوز رايكم يا جماعه، هل انتوا جربتوا البتاعه ديت ولا انتوا برضو شبهي اول مره تعرفوا ان في حاجه اسمها حنطه سودا؟ يعني حتى بصوا ملمسها عامل ازاي، اللي هي بتكون جامده كده شويه بس لما تتسلق بتكون شبه الشوفان بالظبط. فانتوا يا جماعه لو في مصر قولوا لي، هل انتوا شفتوا الحنطه السودا قبل كده وجربتوها قبل كده؟ انا حتى سالت اهلي مش عارفين ايه دي اصلا. فلو انتوا جربتوها قبل كده قولوا لي، وطعمها حلو ولا وحش في مصر ولا هي شبه ديت. ولو انتوا في روسيا لازم تجربوها وتقولوا لي برضو رايكم حلوه ولا وحشه. انا عجبتني وخلاص باكلها بديل الرز خالص، اللي هو سيبك من الرز. وكمان ميزه تانية، الكيسه ديت تقريبا 800 جرام، والكيسه دي عامله تقريبا 70 روبل. كيس الرز اللي هو 800 جرام برضو بيكون ب 100 120 روبل، اللي هو كيس الرز الكويس. فديت ارخص من الرز تقريبا، قليل قوي، اللي هو ده ب 70 روبل والرز ب 120 روبل، فده برضو رخيصه. بس نصيحه، لما تجيبوا جريتشا لازم تجيبوا نوع كويس. يعني في مثلا اكياس بتكون شفافه جواها مثلا كيلو 2 كيلو بيكون برضو ب 60 روبل، بس ده محتاج يتنقع كتير ويتنضف ومش عارف ايه. بس في انواع شبه ده مثلا ان هو تكون نضيفه قوي، عن تجربه شخصيه بامانه جربت تقريبا لحد دلوقتي 3 4 اكياس من دي نضيفه، وانا مش بنقعها في الميه، اللي هو نضيفه اصلا والكلام من ده. فدي شركه كويسه، لو هتجيبوا شركه البتاع دي شركه كويسه. فبس يا جماعه ده كان الفيديو عن الجريتشا بالروسي او الحنطه السوداء بالعربي. فبس شيروا بقى الفيديو وقولوا لي البتاع دي حلوه ولا وحشه بالنسبه لكم، وجربوها مش هتخسروا حاجه، رخيصه يعني مش هتخسروا اي حاجه خالص. شكرا على المشاهده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكلام ده، وشكرا على المشاهده وسلام.